السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم في احسن الاحوال. في الفيديو ديال اليوم غادي نقدم معكم حلوه ديال لا كريم او لي طرونش. فكتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه، المذاق ديالها زوين وحتى الشكل ديالها. غادي نقدمها معكم بطريقه اللي مبسطه. غادي نقادوها بالكريمه وبالكناج ديال الشكلاط من الوسط. كتخرج لكم 14 قطعه او 14 حلوه. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها. ما نطولش عليكم، ندوزو مباشره نشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. فغادي نبداو بالكيكه او الجينواز. غادي نقدم معكم نفس الجينواز اللي خدمنا بها في الفيديو اللي فات. 4 ديال البيضات مع نصف كاس ديال السكر، كيس سكر فاني، وغادي نضربو بالضرب الكهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديال الخليط. فعبرت بالكاس ديال العنبه باش كيولي الخليط بحال هكا ابيض. غادي نزيد هنايا الزيت، 4 كاس ديال الزيت نباتيه. ففي الفيديو اللي فات درت نص كاس ديال الزيت وقلت لكم تقدروا ديروا غير 4 كاس ديال الزيت. انا درت 4 كاس ديال الزيت باش تشوفوا. تقدروا تستغناو كاع على الزيت غير باش ما تجيش الجينواز ناشفه. فكنديروا فيها شويه ديال الزيت. هنا زدت علبه ديال الياغورت وصافي. غادي نخلط في اي حاجه زدتوها فكتخلطوا مزيان. من بعد غادي نزيد 2 كيسان ديال الدقيق. وهكا فاش كتزيدوا الدقيق الا بغيتو تخلطوا بالضرب الكهربائي فحاولوا ما تخلطوش بزاف، غير شويه. بمجرد ما كيتخلط صافي كتحبسوا باش داك الخليط ديالكم ما يهبطش لكم. غادي نزيد 2 ساشيات او 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوه مع ملعقه كبيره ديال الخل وصافي. غادي نخلط، فكنخلطو غير بحال هكا باش الخليط ديالنا هكا كيبقى منفوخ ما كيهبطش لينا. في هاد الاثناء فاش كتكونوا كتقادوا الكيكه فكتشعلوا على الفران ديالكم. هنايا راه زدت رشه ديال الملح، نسيت ما زدتهاش في الاول. خديت هنايا واحد الصينيه او واحد الطاوه، درت ليها البابي كويسون، فالقطر ديالها 41 على 32. فهاد الطاوه هذه اكبر من الطاوه اللي خدمت بها في الفيديو اللي فات. وصافي غادي نحاول نوزع هذا الخليط ديال الكيكه. فكنحاولوا نوزعوه مزيان باش كتجينا ديك الكيكه كلها متساويه، ما تجيناش بلاصه طالعه على الاخرى. صافي كندخلوها للفران اللي كيكون سخون مزيان، عافيه متوسطه. كتاخذ لينا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كطيب وكتحمر. وغادي نتلاقاو من بعد. هنايا غادي نقاد لا كريم باتيسير. فدرت 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير الغبره. استعملت هذه. غادي نزيد ملعقه ونصف ديال السكر والحليب. فنصف لتر ديال الحليب. في الاول زدت غير شويه حتى كنحرك مزيان وكيذوب لينا داك الخليط ديال الكريمه. هنايا زدت سكر فاني وصافي. غادي نزيد الكميه الاخرى ديال الحليب وغادي ندير الخليط فوق البوطه. كنبقاو كنحركو حتى كيعقد لينا، ما توقفوش على التحراك باش ما تلصقش او تحرق. من بعد ما كتعقد زدت واحد 6 ديال القطع ديال الشكلاط بيض، كيبقى اختياري. درتو هنايا في واحد البول وغطيته. غادي نخليه باش يبرد. هنايا بالنسبه خديت واحد 200 غرام ديال الكريمه السائله. غادي نطلعها فتكون بارده مزيان. من بعد ما كطلع لينا الكريمه بحال هكا غادي نزيد عليها لا كريم باتيسير من بعد ما كتبرد مزيان. فغادي نخلطها وغادي نضيفها على ديك الشونتيي او ديك الكريمه باش كتعطينا كريم دبلومات. صافي كتعطينا بحال هاد الكريمه. دخلتها للثلاجه. وهنايا غادي نقاد الكناش ديال الشكلاط. فخديت الشكلاط درته في كاسرونه. وريتكم العافيه فتكون مهيله بزاف باش ما يتحرقش لكم. تقدروا تذوبوا الشكلاط غير هكا في كاسرونه، ما تحتاجوش انكم ديروه في البان ماغي، ولكن العافيه تكون مهيله بزاف. كتبقاو كتحركوا فيه حتى كيذوب لكم. الكميه ديال الشكلاط 150 غرام. فانا استعملت 2 انواع ديال الشكلاط.
نصف الكميه ديال 150 غرام درت شوكولاط اللي فيه نسبه الكاكاو عاليه، مع كميه اخرى شوكولاط عادي. تقدروا ديروا الشوكولاط اللي بغيتو. فانا هنايا تعمدت انني نخلي هكايا الفيديو ديال الشوكولاط فاش كيذوب ما نسرعش او نحيد المقطع، باش تشوفوا ان بالنسبه للناس اللي كيلقاو مشكل في الشوكولاط باش يذوبوه، انه تقدروا تذوبوه غير هكا في كاسرونه بكل سهوله، ما تحتاجوش زعما ما كيخسرش لكم. انا بزاف ديال البنات كيلقاو مشكل انهم يذوبوا الشوكولاط، فراه الطريقه ديالو سهله. خذوا غير كاسرونه وديروا ليه بحال هكا، العافيه تكون مهيله بزاف، وكتبقاو كتحركوا مره مره كتهزوا الكاسرونه. الا حسيتوا بها انها سخنات بزاف فكتهزوها للفوق باش ما يتحرقش لكم. هنا زدت نص كاس ديال الكريمه السائله، فهنا راه البوطه طفيتها. غنبقى كنحرك حتى كتنسجم ليا ديك الكريمه مع الشوكولاط. غادي تلاحظوا انها بدات كتعقد، كنبقى كنحرك مزيان حتى كتدخل لينا ديك الكريمه في الشوكولاط. وصافي غادي نخليها على جنب، غادي نخليها باش تبرد شويه، عاد من بعد نقدر نديرها. انني هنا وريتكم ان العافيه راه مطفيه. هنا من بعد ما كيطيب الكيك كتخرجوه من الفران، كتخليوه حتى كيبرد، غطيوه بشي منديل، كتخليوه حتى كيبرد مزيان، عاد كتقدروا تقطعوه. غادي نقطعها هنايا على جوج. ومن بعد غادي ناخذ الكناش ديال الشوكولاط. من بعد ما بردات فكتخليوها حتى كتبرد مزيان. مي راه كتبان لكم عقدات بلاصه كي عقده او ثقيله. فبالنسبه لهاد لاكاناش هادي اللي باغي قاده الحلوه وما عندوش الكريمه، فبلا ما تعكسكم الكريمه تقدروا ما ديروش الكريمه. بلاصه هذاك نص كاس ديال الكريمه اللي درت تقدروا نتوما ديروا علبه ديال ياغورت ديال الشوكولاط، فمثلا ديروا دانيت ديال الشوكولاط، فراه كتعطيكم نفس القوام، كتجي بحال هكا، وحتى المذاق كيجي زوين. فمن بعد ما سرحتها مزيان غادي ندير القطعه الاخرى ديال الكيك، غادي ندخلها للثلاجه نخليها حتى كتبرد، ومن بعد عاد نقدروا نقطعوها. هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه غادي نقطع هاد الجوانب هادو باش هكا يجيونا دوك الطروف ديال الحلوى مقادين. الا بغيتو تقدروا ما تقطعوهمش، تقطعوا الحلوى ديالكم عادي. المهم الا كاع قطعتوهم راه ما غاديش يضيعوا، راه كيتكالوا في البلاصه. انا بمجرد ما قطعتهم عطيتهم للدراري هكايا كلاوهم. صافي من بعد هنايا عاودت قطعتها هكا على جوج. تقدروا تعبروا هكايا بالمسطره باش يجيكم الطروفه مقادين. انايا خليت هكا عبرت غير ندير غير عيني ميزاني، وقطعتهم فخرجت 14 قطعه. صافي من بعد غادي نزينهم بالكريمه من الفوق. فدرتها في لابوش من بعد ما بردات مزيان. فهنا بالنسبه للكريمه، فالا بغيتو تخدموا غير بالكريم باتيسير، في حاله الا ما بغيتوش تستعملوا الكريمه السائله ما كانش عندكم، تقدروا ديروا غير لا كريم باتيسير. من بعد ما كتبرد لكم تحرك او كتخلطوها بالضرب الكهربائي وكتديروها في لابوش وكتخرجوها بنفس الطريقه. المهم تقدروا تقادوا الحلوى بداكشي اللي متوفر عندكم، فبلا ما تعكزكم الكريمه، حيت بزاف ديال البنات فاش كيشوفوا شي وصفه الكريمه فكتعكزهم الكريمه، كيستغناو على ديك الوصفه نهائيا. تقدروا تقادوا تقدروا هنايا تقدروا تقادوها بلا كريمه. صافي هنا من بعد زينت بالشوكولاط، درت شويه ديال لي فخوي هكايا من الفوق. فهنا بالنسبه لهادو اللي درت فيهم الشوكولاط كحل، درت لي سوريز معسلين من الفوق، درت لهم بحال تزيين ديال الحلوه ديال لا فوري نوار او الغابه السوداء. والاخرين درت فيهم
لي فروياكيه، الفواكه الحمراء، الفرومبواز مع الميرتيل شويه، وريقه ديال النعناع وشويه ديال الشكلاط بيض محكوك، واخا ما كيبانش هكايا مع الضو. وصافي كيجي الشكل ديالهم بحال هكا، فراه كيجيو زوينين بزاف شكلا ومذاقا. كنتمنى انكم تجربوا هاد الحلوه هادي، راه كتجي رائعه بزاف. جربوها. كيف ما قلت لكم، ما عندكمش الكريمه السائله تقدروا تستغناو عليها. في الكاناش ديال الشكلاط تقدروا تعوضوها بالدانيت ديال الشكلاط. وبالنسبه للكريمه تقدروا تخدموا في الفوق بالكريم باتيسير. فخدموا بالمكونات اللي عندكم، المهم انكم تقادوا الوصفه وتعجبكم. ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم. الا عندكم شي تساؤلات او اقتراحات فكتبوهم لي في الكومونتير. وإلا عجبكم الفيديو فلي لايك وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم تلقاو في فيديو جديد وبسلامه.